عشان بعد الماتش ده ب 11 سنه يبقى في ماتش بنفس التفاصيل بس المره دي في انجلترا، وده لما الليفر وسيتي كانوا عاملين موسم عالمي في الدوري بس السيتي كان فارق نقطه عن الريدز. فبيفضل الفرقتين على الحال ده لحد ما يجي ماتش الدور الثاني اللي لو حد من الفرقتين كان كسب كان بنسبه كبيره هو اللي هياخد الدوري، فالماتش كان حرفيا مولع جدا بينهم. فبيبدا الماتش وبنفس السيناريو، دي بروين بيجيب الاول للسيتي في اول 5 دقايق من الماتش، بس ما بتلحقش جماهير السيتي تفرح بالجون لان بعدها على طول بيقدر دييجو يوتا يجيب التعادل عشان يولع الماتش من تاني. بعدها الماتش فضل رايح جاي بينهم لحد ما قدر جابرييل خيسوس يجيب التاني في الدقيقه 35 عشان يخرج جوارديولا كسبان الشوط الاول، بس مع اول دقيقه من الشوط التاني ماني بيجيب التعادل وبيرجع ليفر في الماتش بعد اسيست عالمي من صلاح في بدايه عالميه لكتيب الكلوب. وبعدها فضل الشوط التاني رايح جاي والفرقتين ضيعوا فرص كتير عشان يخلص الماتش 2-2 ويفضل السيتي محافظ على فرق النقطه، وبيقدر السيتي يكسب الدوري الموسم ده بسيناريو عظيم جدا ليهم ويشل بالنسبه لجماهير ليفربول. فيمكن الماتشين دول هيفضلوا من العلامات الفاصله لليفر وللزمالك، لان الاثنين لو كانوا كسبوا فرصتهم كانت هتبقى كبيره في الدوري، بس للاسف الاثنين دايما حظهم بيبقى وحش.